هل تعلم أن الجن مخلوقات خلقها الله من النار؟ نعم، هذه حقيقة ذكرت في القرآن الكريم. الجن عالم غيبي لا نراه، لكننا نؤمن بوجوده كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. وقد خلق الجن قبل خلق الإنسان، وهم مثلنا مكلفون بعبادة الله وطاعته. يعيش الجن في عالمهم الخاص، ولديهم القدرة على التشكل بأشكال مختلفة. لكن من المهم أن نعرف أن ليس كل ما نراه أو نسمعه من قصص عن الجن صحيح. في القرآن الكريم نجد أن الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر تماما مثل البشر. وقد ذكر الله تعالى قصة نفر من الجن استمعوا للقرآن وآمنوا به. من الضروري أن نفهم أن الخوف المبالغ فيه من الجن أمر غير محمود، فالمؤمن يتوكل على الله ويحصن نفسه بالأذكار والأدعية الشرعية. وللحماية من شر الجن يكفي المحافظة على الأذكار اليومية وقراءة المعوذات والإكثار من ذكر الله، كما أن الصلاة والمحافظة على الطاعات من أقوى الحصون. لا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ والواقي من كل شر، فمن يتوكل على الله فهو حسبه. إخواني وأخواتي، إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تترددوا في مشاركة الفيديو مع من تحبون. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي في فيديو جديد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته.